أختاه يا نبع العفاف تصبري، سيقل فجر من جراحك فانظري، وستنجلي عنا غمامات الأسى من مقلتيك إذا بسمت أيها الإخوة الكرام، ثم نتساءل: أين الأب وأين الأم وهم يرون ابنتهم تحمل من غير زوج والعياذ بالله؟ أين الأب؟ أين غاب؟ أين ذهب؟ أين اختفى؟ أين توارى؟ أين الأم؟ أين هي؟ أين مسؤوليتها على بنتها؟ ألا يخاف الأب من الوقوف بين يدي الله جل وعلا؟ ألا تخاف الأم من موقف عظيم بين يدي المولى سبحانه وتعالى؟ ما جلست مع ابنتها، ما نصحت ابنتها يوما من الأيام، ما نصح الأب ابنته، ما وقف معها، ما نهاها، ما حذرها، ما أنكر عليها ذلك اللباس الخبيث الذي يجر إليها الذئاب البشرية، فآذينها بمخالبهم الخبيثة حتى حملت من الزنا. أيظن الأب أن مهمته أن يأتي بالطعام والشراب؟ قد يقول الأب: أنا مشغول في طعام بناتي وأولادي وشرابهم مع ارتفاع الأسعار وعظيم شدة المؤونة. ليس هذا والله بعذر، والله لأن يجوع الأولاد والبنات ولأن يلبسوا المرقع وتبقى أخلاقهم وقيمهم وعرضهم وشرفهم أولى وأكثر من أن تملأ بطونهم طعاما وأجسادهم لباسا، ثم تقع الكوارث والفضائح ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يطرق سمعك أيها الأب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. تريد الجنة فتصلي مع المصلين وتركع مع الراكعين، ثم لا تنصح للأولاد والبنات ولا تقف معهم بما يرضي رب البريات، ثم تريد جنة الله جل وعلا. لن يدخل الجنة أب هذا حاله مع الأمانة التي ربطها الله جل وعلا في عنقه. فلنعد للسؤال جواب، وليسأل الواحد منا: متى أنكر على ابنته ذلك اللباس الضيق؟ متى أنكر على ابنته عند أن خرجت بروائح يشمها القريب قبل البعيد؟ متى أنكرنا على بناتنا؟ بعضهم يقول: لا، أنا لا أريد أن أعقدها، أنا لا أريد أن أصيب مشاعرها، أنا لا أريد. هذه الأعذار الشيطانية القبيحة هي التي تسللت على بعض الآباء، فوقعت الكوارث بعد ذلك، اسود وجهه وساءت حالته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأعجب من ذلك والأدهى أيها المؤمنون أن بعض الآباء السبب في ضلال هذه البنت. بعضنا السبب، أنا أو أنت نكون نحن السبب عند أن أعطيناها جوالا حديثا، عند أن حملنا لها الواتس والفيس ووسائل التواصل المتنوعة والمتعددة، عند أن أعطيناها مالا لتشترك في الشبكات العنكبوتيات، عند أن سهلنا لها طريق الشر والفساد، ثم بعد ذلك نقول أنى لنا هذا. نحن السبب من يسرنا وسهلنا الشر حتى تبدأ لتراسل قريباتها، تراسل أختها، تراسل أخيها، تراسل عمها، تراسل خالها، حتى يتسرب الرقم إلى الموظفين معها في العمل وإلى أصدقائها في الدراسة، ويتوسع الموضوع في مراسلات في إطار العمل وفي إطار الوظيفة وفي إطار التعليم، حتى يتوسع في تهنئة في المناسبات وتهنئة في الأعياد، وحتى صور الأيدي المخضبة وصور القلوب المنوعة والمتعددة، وهكذا يتوسع
حتى ترسل صورها إلى زميلها في العمل، لم ترسله إلى شخص آخر. هذا الشاب الطيب المحترم العفيف النزيه الذي ترسل له صورها، وهو في حقيقة أمره ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ثم بعد ذلك يستدرجها بهذه الصور لتبدأ فصل جديد من المأساة، وهي فصل الابتزاز. يبدأ هذا الشاب يقول لها: معي الصور سأنشرها إن لم ترسلي لي صورا خاصة وصورا معينة. يطلبها، وإذا بهذه الفتاة ترتعد وتخاف، فترسل الحبال على رقبتها أكثر وأكثر لتخنق نفسها في المشنقة الذي نصبها لها هذا الشاب الذي تخلى عن أخلاقه وقيمه ومكارمه، الذي تخلى عن شهامته ومروءته، الذي صار ذئبا خبيثا بشريا يستقطب بنات المسلمات، وهذه المسكينة الضعيفة ترسل له الصور بعد الصور، وإذا به يطلب منها مقاطع فيديو. لم يقتنع حتى بالصور، فترسل المقاطع الفيديو، ثم بعد هذا ملف كامل عنده من المخازي عن هذه الفتاة. وأنا وأنت السبب، وأنا وأنت السبب، لنقولها اليوم بصراحة ومرارة وألم. أنا وأنت السبب، يا من أعطينا لبناتنا الجوالات فوصلنا إلى هذه التهاليز المظلمات. أنا وأنت السبب. ثم بعد هذا أيها الناس يبدأ بعض الشباب ضعاف النفوس الذين نسوا أن معهم أعراض وبنات وأخوات، بدأوا في الابتزاز المالي. أرسلي لي خاتم، أرسلي لي مال، أرسلي لي نقود، أرسلي لي كذا، ويبدأ يبتزها ماليا ويبتز أسرتها، حتى لربما بعض الفتيات تسرق من مال أبيها وتسرق من مال أمها بحجة السحر وبحجة الشعوذة وبحجج أخرى، والحجة الأعظم هي الخفية وهي الابتزاز. وأنا أقول لبعض الفتيات اللاتي وصلن إلى مرحلة الابتزاز: اكسري التليفون، دمري الشريحة التي ستدمر حياتك إن لم تخاف الله جل وعلا. لن يستطيع هذا الذئب الحقير، لن يستطيع هذا الشاب التافه أن يصنع شيئا أمام عزة المرأة المسلمة التي وإن وقعت فيما حرم الله في بداية الأمر فعرفت خطأها وجرمها وأقبلت على ربها قبل أن تقع الكوارث والمصائب، حطمت جوالها الذي حطم حياءها، الذي حطم عفتها، الذي حطم أخلاقها، وهكذا حطمت تلك الشريحة الشيطانية وأغلقت هذه الوسائل الخبيثة لتبدأ صفحة جديدة مع الله جل وعلا، ولن يضرها شيء بإذن الله سبحانه وتعالى.